الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو في البدايه خالص، مش في البدايه يعني، استنوا كده اتفرجوا على الفيديو نصه وبعد كده حطوا لايك للفيديو، وكمان كومنت حلو منكم كده يشجعنا وخلينا نكمل معاكم بدعمكم يا حبايب قلب زي ما تحرمش منكم ابدا ابدا على الكلام الحلو، وعلى كل حد بيخش يكبر بخاطرنا بكلمه حلوه في التعليقات دي بتبقى عن دنيا ايه؟ عندنا بالدنيا وما فيها. والله العظيم انا عايزه اجيب لكم اخر الكلام في اوله، مش عارفه يعني. فحطوا لايك وكومنت حلو يلا، وشوف اللي بيشوف قناتنا لاول مره وشافها كده ومر عليه يخش يشوف الفيديوهات بتاعتنا وحط لايك للفيديو واشترك وفعل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل اشعار بالفيديوهات اللي بتجيلكم. يا رب اكون عند حسن ظنكم، ويكون يا رب الفيديوهات بتفيدكم، حتى لو 1% من اللي بيتفرج علينا بيستفاد من الفيديو فببقى مبسوطه جدا والله. يلا يا حبايب قلبي هقول لكم احنا هنعمل ايه النهارده. قاعدين عاوزين ناكل حاجه ومحتارين وذوقنا من كل الاكل والكلام ده كله. هتعملي ايه يا زي؟ جبنا شويه دقيق وهنعمل حبه فطير مشلتت فلاحي كده بالزبده يستاهل بقوقه، والجو حر يا زي ما يجراش حاجه. في كلا الحالات احنا واقفين في المطبخ وفي كلا الحالات احنا بنشتغل تمام. فتعالوا بقى نشوف. انا ما عايرتش بصراحه، انا سبت كل حاجه بالبركه. فانا معايا هنا حوالي كيلو ونص دقيق، عليهم 3 معالق كبار من السكر، عليهم معلقتين كبار من الزيت، ومعايا ملح وميه بس. مفيش حاجه اكتر من كده. العجينه بتاعت الفطير المشلتت في الصيف يا جماعه الخير وفي الحر اللي احنا فيه ده دلوقتي بتكون جامده شويه، ما بتكونش مرقه. ليه بقى؟ الجو حر ولو ممكن تسيح منك تتبهدل معاكي، لا. فخليها العجينه ماسكه شويه، ما تخليهاش طريه زي ما احنا بنعملها في العجينه بتاعت الشتاء بيبقى الجو برد والعجينه كل ما بتريح بتبقى كويسه. اما احنا دلوقتي الجو حر فاحنا هنخلي العجينه جامده شويه علشان خاطر يا حبيب قلبي نقدر نملكها معانا. انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط السكر ده ناعم، لو السكر خشن يا ريت تدوبيه في الميه، وهحط شويه ملح صغيرين خالص ذره. هنا بقى يا حبايب قلبي حطيت السكر وريحه الملح، ولو عايزه تحط له شويه بيكنج باودر مفيش فيها مشكله. ومعايا ميه من الحنفيه، ويا ريت ما تكونش الميه سخنه برضه، لان الوقت الميه نازله من الخزانات ومن الحنفيات سخنه تمام. هحط بقى ميه والعجينه بتاعت الفطير المشلتت يا حبيبي. تصوير حلو. طب هنا بقى الكهرباء قطعت، يا عيني يا عيني يا عيني على الولد، والكهرباء قطعت وهنخرج من البلد. هنا زي ما انتوا شايفين اهو العجينه يا ولاد اهي تمام. هبدا بقى ايه؟ احط عليها ايه؟ الزيت اهو، ونمسكها العجينه بتاعت الفطير لازما يا حبايب قلبي تكون ناعمه قوي 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 والله. شوفوا احنا هنعجن العجينه ونسيبها تريح شويه. ان الكهرباء جات هنفرد الفطير هنا، ما جاتش والله بقى زي ربنا ما يؤمر وربنا ييسرها ونشوف هنفردها فين. بس اهم حاجه دلوقتي نعجن العجينه ونسيبها تريح شويه، مش هتريح كتير عشان خاطر احنا في الحر تمام. بس يا رب الاضاءه تكون كويس. حبايب قلبي العجينه بتاعت الفطير بتاعتنا ريحت وبقت زي الفل اهي. همسك بقى ايه؟ اقطع الفطير قطع صغيره كده. انا لقيت الطريقه ديت سهله وبتبقى سهله كمان علشان البنات اللي عايزه تتعلم عمايل الفطير، بدل هي مش هتلح تفرده بقى زي ما احنا بنفرد كده كستات بيوت كده زي امهاتنا كده، لا. انا هعمله حتت كده اهو ونفرده واحده واحده. انا مش عارفه دي هتبقى كبيره ولا لا. انا هعمل كل فطيره 10 طبقات، فانا هجيب يا رب يطلعوا 3 وحدات يبقوا عسل قوي ورضا والحمد لله، يبقوا تمام كده زي الفل. لا لا 4 ده والله بقى زي ما يجوا اهو. برضو انا دهنه الصينيه زيت. شوف العجينه كل ما بتريح كل ما بتبقى جميله وطريه وما تغيبش معاكي في الفرد وما تتعبكيش ويبقى ان هي ايه القطع فيها ضعيف شويه، مع ان لو هي اتقطعت ما يجراش حاجه، مش هيجرى حاجه للفطير يعني اهو. وارد جدا وانت بتفرديها تتقطع منك، ده وارد يعني. هقطع بقى
هقسم الفطير بتاعنا دوت وهرجع لكم بقى تاني نفرده مع بعض وايه ونظبط الدنيا كده وناكل النهارده احلى فطير. طبعا حبايب قلبي انا قطعت بقى ايه الفطير زي ما انتم شايفين اهو، وبدات افرد. انا جبت صينيه اللي هعمل فيها الفطير، فردت اول واحده وادي التانيه اهي. هما طلعوا كام؟ طلعوا 40 قطعه، يعني هعمل 4 فطاير، كل فطيره 10 وحدات. هنا كده انا عملت 2 اهو، ومش هحاول ان انا احط زبده كتير عشان خاطر ما تبقاش ايه تقيله. تمام اهو، وهبفرد بقى. ناخد بس نقطه زيت صغيره اهو. ليه ما تفرديش على زبده؟ الزبده لا ولا سمنه، تفردي على زيت. تمام. نجيب اول واحده كده، بسم الله توكلنا على الله اهو. هو كمان لو انت سبتيه كمان شويه يريح هيبقى حلو قوي معاكي. نجيب زبده بقى كده اهي اهو. طبعا انا ايديا مش ميزان، فمش هقدر ان انا اقول ان هي الفطيره دي كبيره او صغيره، يعني القطعه يعني، فكل واحده على قدها اهي. تمام كده اهي. بسم الله، ربنا بس يستر والكهرباء ما تقطعش وانا شغاله، ما عدناش ضامنين حاجه. كده اهو اهو كده اهو. نبدا بايه؟ نجيب الصينيه برضو، بسم الله توكلنا على الله. لو اتقطعت منكم ما يجراش حاجه اهي. بجيب بقى ايه اهي، افرد الفطيره اهي. تمام كده اهو، واحاول افرد الطروف كويس اهي اهي. برضه اجيب واحده تانية. انا بس بعمل بالطريقه ديت، لقيتها بالنسبه لي سهله، وبالنسبه لبنات كتير اللي عايزه تعمل فطير وخايفه من الفرد وكده تعملوا بالطريقه دي، صدقوني هيبقى حلو قوي اهو. انا مش هحاول ان انا احط زبده كتير يا ولاد اهو. بسم الله اهو. حبايب قلب اول فطيره خلصتها. طب انتي لفتها ازاي هي بصراحه ايه هقولها، هعملها لكم في الفطيره الثانيه. تمام. هجيب ودهنت وشها زبده، هغطيها بالكيس علشان الوش بتاعها ما ينشفش، علشان خاطر واحنا بنفردها ما تتقطعش معانا. تمام. دي 10 وحدات من القطعه دي. هخلص بقى كل الكميه وهننزل بقى فين يا ولاد؟ هننزل تحت عند الفرن تحت نخبز الفطير. ليه بقى؟ لان الفطير بيعوز نار عاليه، مش بيحب النار الهاديه. لو ان النار الهاديه هينشف معاكي ومش هيقب ومش هيديكي النتيجه اللي انت عايزاها. هنا بدهن بس الارضيه ايه زيت، عشان لما اجي الف الفطيره واحنا بعد ما نفردها ما تلزقش في الصينيه، وغير كده كمان ما تلزقش كمان فين في الصينيه وهي في الفرن. هناخد بقى اول قطعه كده، وهنا شويه زيت اهو. انا المره دي بقى ايه مش مكتره الزبده جامد في الفطير. ليه بقى؟ عشان يعني يبقى خفيف كده وحلو، واحنا كمان ايه في الحر. هتقولي يا زاهيه الجو حر والناس مش لايقه تقف وتقعد قدام الفرن. والله العظيم انت لو انت عايزه تعملي حاجه، والله لو فين هتعمليها. ما نعملش حجاجنا، الله يكون في عون امهاتنا والناس بتوع زمان. لا كان في تكييف ولا مراوح ولا حاجه، وكانوا شطار كده وزي العسل. والله العظيم هم اللي تعبوا بجد، امهاتنا وستاتنا وجداتنا، الناس بتوع زمان دولت اللي ما شافوش التكنولوجيا اللي احنا فيها دي. بصراحه هم اللي تعبوا. احنا عندنا كل حاجه بقى، عندنا كل حاجه وعلى طول بنشتري. نعمل ايه بقى؟ اتعودنا على الراحه يا ولاد. يلا نفرد شويه شويه كده. هي اصلا دي كمان ايه
يا الله اهي. لو اتقطعت يا جماعه ما يجراش حاجه والله، مش هيجرى اي حاجه. هجيب بقى ايه الفطير الحته دي كده اهي، وفين وفي الصينيه اهو، ونفردها بقى. نعمل بقى كل الباقي بنفس الطريقه كده لحد ما اخلص الفطير كله كده يا حبايب قلبي. بعد ما عملت الفطيره بقوم جايه عاملاها ازاي بقى، ماسكاه كده اهو، تانياها كده اهو اهي بالشكل ده كده لحد ما تبقى ايه كوره اهي. بسم الله اهي. معايا هنا بقى ايه الزبده، هحط كده على الوش. شوف انا ما استهلكت الزبده كتير المره دي خالص، ما رضيتش استهلك زبده كتير خالص المره دي اهي. معايا هنا بقى ايه لسه واحده من الفطيره اهي، جايبها كده اهو، حطها فين على وشها كده اهو، واقوم برضو ماسكاها كده اهو اهي، واقوم برضو ايه حاطه عليها شويه زبده، وهسيبها بقى ايه ترتاح. بس لازم انا هغطيها بكيس تمام يا حبايبي، علشان الوش بتاع الفطير ما ينشفش معايا واجي افرده بعد كده يبوظ مني اهو. وهسيبها بقى ترتاح. هو اصلا يعني الفطير في عجينه لازم يرتاح، في التقريص بتاعته اللي هو القطعه يرتاح، في الخبز في الفرد بعد كده يرتاح. ليه؟ عشان العجينه تبقى سلسه معاكي وتفرد معاكي وما تتعبكيش. احلى حاجه ان انا ما استهلكتش إيه زبده المره دي كتير. يلا حبايب قلبي، دي اول فطيره انا كنت فرداها معاكم تمام. همسكها بقى كده وتهبل ايدي زبده، وامسك يا حبايب قلبي اخبز الفطيره اهو، افردها بالراحه خالص لان دي اول واحده انا عاملاها، فهي ريحت معايا اهي. هبدا بقى ايه اهي بالراحه كده، احاول املى بيها الصينيه، او زي ما يعني ايه ممكن تكون الفطيره الحجم بتاعها صغير ما يفرش الصينيه، براحتك افرديها على قد ما تحس ان السمك بتاعها بقى معاكي كويس اهو. وتجيبي بقى من جوه كده لبره، من جوه كده اهو لبره كده اهو كده اهو. احنا خلصنا حبايب قلب الاربع فطيرات اهو، خبزت اتنين لما ريحوا، والاتنين دولت كانوا معمولين الاخر فسبتهم برضو ايه ابقى اخبزهم. زي ما قلت لكم انت بتفردي الفطيره حسب حجمها وحسب ما انت يعني السمك بتاعها، عايزاها تخينه ما بتفرديهاش قوي، عايزاها رقيقه بتفرديها تمام. زي ما قلت لكم برضو الفطيره من دولت 10 قطع من اللي انتم شايفينها. عاوزاها تعمليها كبيره، الكيلو الدقيق بنعمل منه يا فطيره كبيره كيلو، يا بنعمل فطيرتين، الفطيره نص كيلو وفطيرتين وسط. لو انت هتعمليها ايه تقطعها تقريصه واحده، بس طبعا ده انا مش بقدر اوزنه او اعمله، فانا بعمل كلها قطع قطع. وزي ما بتيجي برضو واحده ممكن تكون صغيره واحده تكون كبيره ما يجراش حاجه، وبعملهم 10 طبقات على بعض وبلمهم زي ما وريتكم وهنعمل. لازم الفرن يكون سخن كويس قوي قوي قوي. احط بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم، احط اول فطيره. يعني بس بنجز معاكم بسرعه لعود الكهرباء تقطع واحنا بنشتغل والله. يلا هسوي الفطير والفطيره تستوي برضه هوريها. طبعا والله العظيم يا جماعه ساعه ما حطيت اول صينيه الكهرباء والله العظيم الكهرباء قطعت. المهم هذا الفطير بتاعنا اهو، شايفين يا ولاد؟ ايه رايكم في الفطير؟ عسل اهو وزي الفل وزي الفل. ديت الاولانيه اهي، ريحته خطيره خطيره خطيره، غير بقى اللي في الفرن اهي اهي شايفين؟ اهي لما نشوفها كده الارضيه بتاعتها شكلها عامله ايه. لا لسه بيضه 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 يا بيضه، البت بيضه 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 اهي. نهدي بس من فوق وهعلي من تحت تحمر شويه
لان انا بخلي بالي بس عشان ما تتلهفش من ايه، من تحت. هدي من فوق بقى عشان برضه وشها ما يتحمرش قوي زياده عن اللزوم، لان احنا عندنا ابو محمد بصراحه ما بتحبوش متحمر قوي. ولا ايه رايك؟ هي كده هي اهي كتيره اهو. هي كده 10. يا فطير الدقهليه يا اللي مخلي العجوزه صبيه. الله الله. اه والله يا فطير الدقهليه يا بتوع المنصوره يا عساف يا مشرفين، في العجين والطبخ منورين، وفي الفطير الفطير المشلتت عدلين. يا بنتي يا زوز، شايفين؟ عسل عسل عسل. لا رجلها سعيد. اهي بدأت تتحمر اهي من تحت اهي، بس نحمرها كمان ايه؟ سيكة. نحمرها كمان ايه؟ سيكة. خلاص حبايب قلبي خلصنا الفطير، وشايفين شكل الفطير عامل ازاي؟ اهو طري وجميل ومورق وزي الفل، شايفين؟ زي العسل اهو. اهو سهل وبسيط للبنات اللي لسه عايزه تتعلم عمايل الفطير. يا رب الفطير النهارده يعجبكم ونرضاكم، والله العظيم شغالين النهارده. يعني الفطير ده خد معانا وقت عشان الكهرباء بس الحمد لله، لان انا كنت مخليه العجينه جامده فكانت مظبطه الدنيا معايا. فنصيحه بقى في الجو الحر اللي احنا عاملينه اللي احنا فيه ده، مش احنا اللي عاملينه ده، حاجه من عند ربنا. الجو الحر اللي احنا فيه ده هتعملي فطير جمدي العجينه، اوعي تسيبي العجينه طريه. لو سبت العجينه طريه هتفك منك خالص لما هتسيبيها تريح، وكمان هتتبهدل خالص وهتلزق وتبقى شكلها مش مظبوطه معاك ومش هتظبط معاك. فخلي العجينه بتاعت الفطير جامده شويه علشان خاطر لما تريح في الجو الحر تقدري تظبطي. في الشتاء بيبقى الوضع مختلف، بيبقى الجو برد ولو العجينه حتى سايبه ما بيجرالهاش حاجه. وانا ما استهلكتش كمان والله العظيم زبده ولا زيت، ما كملتش حتى في الاربع فطيرات الكبار دول، ما كملتش حتى ربع كيلو زيت والله الزبده. وينفع سمنه على زيت على فكره. ولما تيجي تفردي على الرخامه افردي يا ريت على زيت عشان يبقى سهل معاكي في الفرد. السمنه او الزبده ما تمسكش معاكي تقوم ماسكه معاكي العجينه وما تقدريش تفرديها. ولازما برضو الكلام ده كله بقوله لكم للبنات اللي لسه عايزه تتعلم الفطير بطريقه سهله، ولازما الفرن يكون سخن ما يكونش بارد، عشان لو الفرن مش سخن قوي هيجلد الفطير معاكي ومش هيبقى حلو. علشان يقوم معاكي بسرعه كده ويحمر من فوق ومن تحت ويطلع معاكي زي الفل، يبقى نار عالي. كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم ويكون فدتكم باي حاجه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وتعالوا بقى اتعشوا معانا فطير، هو ما عادش غدا هو بقى عشاء. يلا الفطير بتاعنا اهو، فطير فلاحي يستاهل بقكم. بس انا يعني هتقولي لي يا زاهيه طب ايه الافضل عندك في عمايل الزبده ولا السمنه ولا الزيت في الفطير؟ انا اشوفه احلى حاجه، بالرغم ان في عندي والله العظيم سمنه بلدي فوق، بس انا بحب الزبده، بتديكي نتيجه احلى واحلى من السمنه البلدي. دي معاكي ودي معاكي، وممكن تحط سمنه على زيت وممكن تحط سمنه على زبده على زيت. ولازم برضو يا ريت تحط شويه زيت كده وانت بتسيحي الزبده شويه عشان ما تحرقهاش، والسمنه ما بتتقدحش والزبده ما بتتقدحش. تمام؟ فحبيت اقول لكم كل المعلومات اللي في دماغي، يا رب اكون بفيدكم واشوفكم على خير في فيديو جديد يا احلى واغلى متابعين عندي، واشوفكم على خير والسلام عليكم.